السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وصفتنا نتاع اليوم هي وصفة مطلوبة للشهر الفضيل، هي لاباط بريزي أو عجينة التارتلات أو الباركيت. الكثير منا يحبوها ويبغيوها وما يعرفوش الطريقة الأصلية لصناعتها. الوغ واش نحتاجو؟ عندنا رطل نتاع فرينة يعني 500 غرام، نديرو فيها أقل من نصف ملعقة تاع ملح ونخلطوها معها ونزيدو 250 غرام نتاع مارغرين. نبداو ندخلو ديك المارغرين غير برؤوس الاصابع، يعني كي نقولوا عندنا نبسوها، نبداو نبسو العجينه، ستادير لافارين نبداو ندخلو فيها هذيك المارغرين غير بالعقل بصبعنا، ندخلوها حتى نشوفوها ندهنت كومبلي، رجعت شغل كي الكسكس. وسرعت لكم الفيديو باش ما يكونش طويل بزاف. بعد ما ندخلوها مليح ونحكوها مليح نزيدوا لها صفار البيضه. بهذه الطريقه رانا دخلنا المارغرين كامله فيها. نزيدو صفار البيضه ونزيدو هو تاني نخلطوه وندخلوه، ونكونوا موجدين كاس تاع الماء بارد في الثلاجه. من الاحسن يكون بارد في الثلاجه، وما راهيش رايحه تاخذنا الكاس كامل. نحكموا الماء نتاعنا ونبداو نلمو في العجينه نتاعنا. لازم دائما يكون في بالكم باللي عجينه البريزي ما لازمش تكون طريه، هذه سي با اون بات لوفي. الوغ نبداو نلموها وغير بالعقل برؤوس الاصابع باطراف اصابعنا، ونبداو نلمو ما ندلكوش ما نعجنوهاش، صدق غير نلموها. نكبوا الماء بشويه ونخلطوا، نكبوا بشويه ونخلطوا، رايحه يمكن تاخذنا نصف كاس يمكن اقل، على حساب الفرينه واش تتشرب ولا لا. اذا كانت العجينه طريه شويه رايح يجوكم لي باركات نتاعكم يجيو شغل العجين يجيو يابسين، ما يجوش طريين شابين. واذا درتوا لها لافارين يعني درتوا لها الماء شويه ناقص رايحه تجيكم هشيشه بزاف طريه بزاف. وهذه طريه بزاف هنا يعني تاني كاين مشكل، لانه رايحه تتفتت لكم على سبه. يعني الماء نتاعها نعطيوها الماء اللي تحتاجه. من اون فوا ترفدوا كره عجين وتكبروها ما تتشققش، تشوفوها جات اون بول شابه، تما تعرفوا انه العجينه نتاعكم راهي مليحه. وكما راكم تشوفوا مانيش ندلك، انا عندي هاد الطريقه نلم بها لاباط. فوالا شوفوا كيف خرجت لي العجينه، راهي طريه معايا تخدم، ولكن مش طريه يعني فايت لها. هنا نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح في الثلاجه مده نصف ساعه. تقدروا تخدموا بها تمتم، ولكن اذا ارتاحت احسن. بعد ما ارتاحت العجينه ناخذها، شوفوا مازالها مليحه. انا نبدا ناخذ الوراق نتاعنا ونبدا نخدم. الطريقه القديمه اللي كنا نخدموا بها كنا نحلوا العجينه كامله ونجيبوا واحد لامبورط بياس ونبقاو نقطعوا فيهم ونحمرهم في ليمول. ولكن هذيك الخدمه كنا اون فوا نبداو نديروها يبقاو لنا الزوائد بزاف، وهذوك الزوائد اون فوا تحليها في البوطاجي يرجعوا باردين. باش ترجعي تعجنيهم وتولي تدخليهم في ليمول ما يعطوكش نتيجه مليحه. الوغ انا بالوقت يعني كي قال باسكو نخدم لي كوموند، بالبراتيك الواحد يتعلم الاخطاء نتاعه. رجعت ناخذ اون بول تاع عجين، بون ما وزنتهاش نكذبش عليكم، ولكن هكذا تكون تاع 2 سنتيمتر. نكورها ونبدا ندير غير شويه نتاع الفرينه ما نكترش، ونحل هذيك لابول ونجيب المول ونحطها فيه. هذه الطريقه اللي يبقى لي الزائد يبقى كميه قليله، يعني ما يعذبكش. وكما راكم تشوفوا غير نحلها في البوطاجي ونولي نحيها، سيتادير لاباط ما تبرد ما تجمد والو، تكون مليحه وتقعد مليحه. الوغ نقلع هذاك الزائد ونلويه في يدي تمتم كما راكم تشوفوني ندير، وراه يبقى حاجه قليله. الوغ نلمهم واحد مع واحد ونولي نخدم بهم هما تاني، وكما هكذا نعمروا ليمون تاعنا كاملين. وبالمناسبه هاد الطريقه هذه تخليك تخدمي شويه اسرع من الطريقه الاخرى. كاين اللي يخدموا لاباط بريزي بالزيت، صح، كاين اللي يديروا الطلبيات يخدموها بالزيت، هي تقول لك درتها لك فريمون هشيشه وطريه شابه، لو كان ما تستحفظش عليها تطردق لك في يديك. هذاك خطا، لانه العجينه المخدومه بالزيت ما تجيش عندها نفس الطعم كالعجينه اللي مخدومه بمارغرين وبالبيض. يعني هذه هي لا فغي بات بريزي. و
هذيك لاباط نتاع الزيت راها ما توانطيش، طريق ما تقعدش. هذه لو كان تخدموهم وتخليوهم في اون بواط وتبلوا عليهم بيان، تخليوهم ما تحتاجوا لا كونجيلاتور لا والو، تحطوهم في بلاصه بارده يقعدوا لكم العام ما يصير لهم والو. وهذه تانيك بالتجربه. خدمت لكم شحال من حبه باش تشوفوا الطريقه كيفاه، حبات طوال حبات مدورين. وهاد العجينه تخدم مع البيشاميل، تخدم صديق سالي اي سكري. صديق تقدروا تخدموا بها صالي، تقدروا تخدموا بها سكري، ديروا صديق لا كريم باتيسير وديروا لي فروي لا ميرانغ ولا لا شانتيي وهي جات مليحه. بعد ما كملتهم عطاوني يمكن 38 حبه، يعني طل فرينه خرج لي 38 حبه. نديهم للثلاجه، لازم نحطهم في الثلاجه حتى يبردوا. ها هما دو بعد ما خرجتهم في الاول يكونوا طريين هكذا تلقاوهم خلاص حاكمين روحهم. اذا دخلتوهم يطيبوا بلا ما تحطوهم في الثلاجه رايحين يهودوا لكم الجناب نتاعهم ما يجوش عاليين. ودروك كي غادي طيبهم هكذا يقعدوا ما غاديش يتبدل الشكل تاعهم. الوغ نحكم لي فورشات نتقبهم باش ما يطلعوش، ولكن يطلعوا. ما تقولوش باللي صاي خلاص تقبناهم الوغ ما نحتاجوش نطلعوا عليهم كي يكونوا في الفوغ. غادي ندخلهم فوق على 150 درجه. انا الفوغ تاعي شويه مجهد، تقدروا نتوما ديروا 180 وتقعدوا عينكم عليهم. اون فوا يبداو يطيبوا رايحه الحبه تولي بومبي شويه في الوسط، تحكموا اون سيرفيات ولا وتوليو تهبطوا هذيك الكميه اللي طلعت، صدق كل ما تطلع تهبطوها. رايحه ديروها دو فوا بالك، واحد دو فوا هي حتى هي تحكم بلاصتها وتنشف. اذا عينكم تطيبوها وتخليوها بيضة، لاش بيضة؟ لانه انا رايحين نخدموا فيها من بعد نديرو فيها ديك خام ولا نديرو فيها صوص بلانش ولا ونردهم يطيبوا. واذا تحبوهم نتوما دوغي وتعرفوا بلي راح نديرو فيهم حشو اللي ما يطولش، صديق اللي يدخلهم غير يسخنوا ويخرجوا، ديروهم طيبوهم دوغي. هذه هنا لكم الاختيار. ها هما دوب بعد ما طابوا انا رايحه نفتح معكم حبه تشوفوها باللي ماهيش قاصحه. شوفوا كيفاه تتفتت. هنا كي تتفتت تعرفوها ان العجينه راها طريه وفي نفس الوقت متماسكه. هذه هي لاباط بريزي. شوفوا كيفاه نضربها ما تكسرت ما والو. هذا بالدليل انه لاباط بريزي هي احسن عجينه لهاد لي باركات. انا راني في شحال من عام نخدم غير بهاد الوصفه. اذا هادو هما لي باركات نتاعنا او لاباط بريزي نتاعنا. جربوها على ضمانتي وعينيكم مغمضين. مين نقول لكم على ضمانتي؟ على ضمانتي. جربوها وما تخافوش منها، والطعم نتاعها بنين 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 بنين. يعني انا ولادي ياكلوهم خاويين ما يستناونيش حتى نعمرهم. اذا هذه هي وصفتنا نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعليقات. لا تنسوا دعمنا بجيم، اشتراك، تعليق لكي تكبر جمعتنا ولمتنا ان شاء الله. سلام.